حكيت لكم قبل كده ان انا دخلت اقتصاد وبعدين علاقات دوليه وفي النص رحت ميديا واتخرجت منها. سبب ان انا دخلت علاقات دوليه بعد الميديا بعدين سبت العلاقات الدوليه ورحت كريتيف رايتنج هو ان انا طلعت اشتغلت في الميديا شويه وما اتبسطتش خالص. اشتغلت صحفيه عشان انا كنت بحب الكتابه، اترفدت من الشغل ودي حاجه انتم ما تعرفوهاش عني. ليه؟ عشان انا كنت بكتب قصص ريسكي شويه وكانوا بيطلبوا مني في حاجه اسمها سورسز عندنا في الصحافه. سورسز دي اللي هي الناس اللي بتحكي لكم القصص اللي انتوا بتكتبوا عنها. طبعا بيكون في ادله بس ما ينفعش ان انتوا تقولوا مين السورسز دي عشان ممكن تحطوا حياتهم في خطر. ودي اللي طلب مني ان انا اقول له مين السورسز بتوعي. انا رفضت، هو قال لي دليلك مش كفايه واترفدت. بس انا كنت مصره ان القصه اللي انا عايزه اخبر عنها دي كانت قصه مهمه جدا وخطيره جدا. قمت واخده بعضي واخده التليفون بتاعي ونازله ادور على ادله. رحت دار ايتام وكنت ببص من الشباك لقيت اطفال شغالين بيعبوا حبوب صغيره في علب مناديل. طلعت التليفون وخدت الصور وبعتها للمحرر بتاعي عشان اثبت له ان انا كلامي كان صح، بس ساعتها اتقفشت. مسلسل ولاد الشمس 2025 قولي اتفرجوا على ايه رمضان ده. كمان المسلسل ده حلو قوي، هو مش مسلسل خفيف يعني، هو مش مسلسل كوميدي وفي لحظات كده هي تاخد شويه، فبليز لو انتوا سن اصغر اسالوا اهلكم لو ممكن تتفرجوا عليه. هو بيضحك. عباره عن 4 اخوات كبروا مع بعض في دار ايتام، ازاي بياخدوا بالهم من اخواتهم الصغيرين وازاي صاحب دار الايتام مشغل الاطفال في المرخدات. فهموا زي ما تفهموا بقى. طه دسوقي بيضحك قوي في المسلسل ده. احمد مالك الدور اللي هو عامله بجد شاطر. بس كده.